اكلها يوم ما فوضته في اول يوم وقالت له احنا موافقين تاكل البقره البيضاء، وكلنا يوم ما اكل الثور الابيض. اهلا بيكم مره ثانيه بعد الفاصل، ومعانا الفنان الجميل الاستاذ فراس حداد. هنتكلم النهارده على التسجيل الحلو. اهلا بيك، منورنا في الاستوديو. اخترت لنا انت شويه رسومات حلوه هنناقشها النهارده. كتير هنا تنوع في اهم الاحداث، لان الاسبوع اللي فات كان فيه احداث كتير. الاسبوع اللي فات كان فيه شويه الاحداث اللي حصلت في مصر بالاضافه ميكس احداث صحيح. الانتخابات اللي حصلت في تركيا، وبالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي كانت دايما المفارقه موجوده اللي حصل في تركيا ونجاح الانتخابات في تركيا للاسف وفشل الانتخابات اللي حصلت في مصر مع كل الاسف بسبب تعنت وحكم الانقلاب اللي كان موجود. تمام. هنا ممكن نشوف اول رسمه اللمبه وحبل المشنقه. الرسمه الاولى بالنسبه للفنان المرقب، ده فنان من اليمن، من الخطوط الجميله جدا في اليمن، افكاره ما شاء الله ممتازه حلوه، تحاكي الوضع العربي. هنا الرسمه بتوضح المفارقه ما بين ما حدث في تركيا من ديمقراطيه، الحفل الديمقراطي في تركيا، والوكسه الديمقراطيه اللي حصلت في مصر. باختصار، الديمقراطيه تمثل تمثل ده اللي ربط تركيا 90% او اكثر من 90% من اجمالي الناس راحوا يصوتوا في انتخابات البرلمان التركي. صحيح، ده مظبوط. بالمقارنه باللي حصل في مصر 3 يمكن تزيد شويه، اقل من 10%. ده على حسب ما على حسب ما معظم المجتمع المدني اشارت. وهنا طبعا الفرق واضح حتى للفنان او فكره. بالنسبه للمواطن، الحياه في ديمقراطيه، والديمقراطيه دي انتقلت الى حياته الشخصيه كمواطن عادي. هو لا يعني سلاح ولا عملنا كذا وعملنا، يهمه اخر اليوم الشهر يلاقي تحسن في اداء المجتمع، تحسن في التعليم، تحسن في الخدمات. ده معنى كده بالنسبه للمواطن. مش راح وزير جه، رئيس وزراء جه، رئيس جمهوريه جه، المواطن يعني ايه هو تحت اللي هو خدمات تعليميه كويسه، يلاقي خدمات بيئيه كويسه، يلاقي حياه. انت انسان وليس ترس ممكن تنكسر وترمي في اي حته، او حتى ممكن تكون الاله للاسف حصل عندنا في مصر. لا كمان انا حسيت ان هو هنا عايز يقول ان تركيا الانتخابات او التفويض او التفويض نعم جابت نور، باعتبار ان الحزب العداله هو ده التغيير. هو جاب المشنقه، جاب اعدام، جاب حبل المشنقه بالظبط. انما بالنسبه للمواطن الاحساس بالتغيير حصل في تركيا. في كام سنه يعني؟ هنقول معلش تركيا هنقول من الحريه والعداله بقى له كام سنه ماسك؟ 12 سنه او 13 سنه على العداله والتنميه تركيا. ماشي. الحريه والعداله ده في مصر. معلش انا اسف، قعد سنه يا عيني ما كملش. 12 سنه 13 سنه يا سيدي. تركيا قبل 13 سنه كمواطن تركي شافها ازاي، وبعد 13 سنه دول شافها ازاي؟ طفره طبعا. انتقال من الدوله ال 111 في الديون وخدمات التعليم وخدمات الانسانيه والاجتماعيه للدوله ال 12 او 13 على ما اعتقد. كويس. على المستوى العالمي، ودوله دائنه في السلاح. بالمناسبه كانت دوله مدينه سددت كل ديونها، والان هي دوله دائنه، يعني ليها فلوس عند. ده اخر تقرير قريته، والله اخر تقرير قريته، الفايض بتاع تركيا انتقلت من دوله مدينه لدوله دلوقتي اللي هو اخر احصائيه بالنسبه للاحصائيه الاقتصاديه بتاعتهم. صحيح. 150 مليار دولار فايض. دي ناس بتتحرك، المواطن نفسه حاسس الناس بتتحرك. يعني النظام الحاكم عنده انتماء للبلد بالزبط. مش مجرد انه عايز يستولي على. وهنا الفرق ما بين بقى النور اللي حصل في تركيا والحياه اللي حصلت في تركيا. وفي الغالب هنا يعني اللمبه في اي مكان هتنوره، انما هنا في الغالب جوه غرفه ضيقه. هنا رسام الكاريكاتير وضح المفارقه بين النور والموت، ما بين الحياه والنور والظلام. في تركيا من تنميه وديمقراطيه فعلا حصلت واثرت تاثير ايجابي جدا على المجتمع التركي، مقارنه ما حدث انتخابات وجود مشانق وسوء هو طبعا الانتخابات الناس طبعا امتنعت عنها
انها كانت بدات تحس ان المشنقه بعد كده الفنان فهد بحادي ده احد الرسامين الفلسطينيين في المعهد. افكاره ممتازه والله، موجوده، هو برسوماته بتعرض على الجزيره نت. شهد الديمقراطيه 99.3% اقبل، وشوف ان هي الورقه ان الديكتاتوري وقعدوا من يحلل له ويحرم له كما يشاء. مفتي الدكتاتوريه. فوز حزب العداله والتنميه بنسبه 50%. هنا رسام الكاريكاتير نقطه مهمه جدا. مش لم يرد الرسام ان توضيح المفارقه مع المجتمع، هو اراد هنا المفارقه حاكم. كويس. الرسمه اللي قبل منها هنا هلال المرقب ان المفارقه مع المجتمع، مجتمع في ديمقراطيه، في حياه، في نور، في ازدهار، وبالنسبه لمصر في قتل، في سوء في المواطن. هنا رسام الكاريكاتير بس يدها بالنسبه للحاكم للدكتاتور ان الاختلاف في اي مجتمع صحي، ما حدش يقدر يناقش في دي. بس حياه الجماعه وسلوك اي دكتاتور لو شفناه من مر العصور، من اول ظهور اول دكتاتور من كام الف سنه، لا يقبل الاختلاف. عايز هو رأيه. المفارقه الغريبه ان هو هنا واقف راجل ده ان هو راجل على كتفه الراجل مفتي وبيتكلم في دي، يعني عارف انت ما هو ده لا يقبل الاختلاف. يقبل الاختلاف، ان الاختلاف لاي لا يقبل، وبالتالي ان لا يقبل من يكون منزله الانبياء او منزله الملائكه. لازم عندنا في مصر الانبياء نزلوا في عبد الناصر في اللي اخذوا كم في المية؟ عبد الناصر مين؟ عبد الناصر 9 وكم و9 من 10%. السادات كم في اسمه ايه؟ نفس الرقم. حافظ الاسد اسمه الاستفتاء حافظ الاسد نفس الرقم. شوف كل ديكتاتوريات اوروبا، الدكتاتور سلوك واحد لا يتغير، انه لا يقبل بالاخر، والارقام برضه ما بيقبلش اقل من 99. ده مش متفوق. ولو لاحظنا احنا، لو اي مواطن عادي لاحظ العمليات الديمقراطيه بتحصل عندنا ازاي، والعمليات الديمقراطيه حصلت في اي دوله في دول العالم، هنقول لو حتى نسبه الديمقراطيه فيها شويه مرتفعه عن عندنا. الاختلاف مقبول هناك. تلاقي رئيس جمهوريه او رئيس وزراء في الانتخابات على حسب شكل الشكل السياسي بالنسبه لاي دوله، رئيس جمهوريه يفوز بكام؟ 52 53 54 55. يوم ما بيوصل ل 60 يا سلام، ده بقى كده خلاص، يعني ده اللي مش هينزل من على كرسي ثاني، العاشق المعشوق. لا ده اللي مش هينزل على كرسي ثاني، ده معناه عندنا لا ما ينفعش اقل من 99%. ما ينفعش. يا كلهم متفوقين بيجيبوها 99 دي بالمستوى الرفيع، فان شاء الله يعني مركزين مع كليات القمه. هو برضه انا الحقيقه قبل ما ننقل من الرسمه دي، انا عايز نقف على الاقل ولو بالتامل على فكره النموذج بتاع المفتي اللي قاعد على كتفه. نعم. ده معناه انه اولا مدلل، هو مش واقف جنبه على الارض. نعم. لا هو واقف جنبه لانه بيقرا معاه الخطاب، او عفوا على كتفه وبيقرا معاه الخطاب. يعني هو لابس الزي ما بين الخالط ما بين العسكري والمدني في زيه، لابس آلي على بنطلون عسكري على قميص وكرافته. تمام. على القطره والرجال. يعني عارف انت التشكيله بتاعه الديكتاتور اللي عنده جنون عظمه، يعني ده تصوري يعني. ده صحيح. بس او الشخص عنده شيزوفرينيا، عايز يبقى كل حاجه في وقت واحد. هنا يبقى مدني على عسكري على ديمقراطي على ديكتاتور. ركز شويه في الرسمه على متدين. هتلاقي على الكتف ده من يحلل له ويحرم له كيفما شاء، وعلى الكتف الثاني السلاح اللي بيخلص. اي دكتاتور موجود عندنا في الوطن العربي لازم يكون مع الاثنين دول. صحيح. من يحلل له ويحرم له. كويس. وزي اللي شفناه من الانقلاب، في بدايه الانقلاب هناك مشايخ ما شاء الله علي جمعه كان يفتي صراحه بجواز قتل الخوارج وقتلهم وذبحهم والقصه دي كلها. وهناك سلاح من ينفذ المجزره بحجه خوارج، باي حجه زي ما تكون يعني. سلاح الدين وسلاح الفتان. نعم. وسلاح التلميذ كمان. وسلاح التلميذ نهائي. الرسمه اللي بعديها بالنسبه للدكتور علاء اللقطه. لو رجعنا معلش تاني للرسمه الاولانيه، بس انا جبتها مقصود لانها هنلاحظ في وجه تشابه ما بينها وما بين الرسمه الاولى. ودي للاسف من الاخطاء اللي دايما بيقع فيها الكاريكاتير المصري.
او بيتعمد اي رسام. اعرضوا لنا كده الرسمه الاولى. الرسمه الاولى وجنبها الرسمه الثانيه اذا كان ممكن يعني. تعالوا. هنا انتخاباتهم الدكتور علاء اللقطه. بالنسبه للرسمه الاولى الاستاذ هلال المرقب. اتمنى المشاهد بس يتذكر الرسمه ديك، ونرجع تاني معلش للرسمه بتاع الدكتور علاء اللقطه. ايوه، في تشابه كبير جدا ما بين الرسمتين، ده اسمه توارد الخواطر. بمعنى حدث معين حصل، في رسامين كاريكاتير كتير في العالم بيرسموا بالطريقه دي، بيرسموا على اساس الفكره. كويس. رسامين الكاريكاتير بينظروا للحدث ده بنفس الشكل. يعني حضرتك رسام كاريكاتير هنقول موجود مثلا في اي دوله في العالم، وانا رسام كاريكاتير موجود بعيد عنك في قاره تانية خالص، حدث معين حصل اثر على العالم كله، انت نظرت للحدث ده بنفس الشكل اللي انا نظرت ليه، فبالتالي نتيجه الرسم هتبقى نفس النتيجه بالنسبه لك وبالنسبه لي. وهو ده اللي حصل مع اثنين رسامين، الدكتور علاء اللقطه وهلال المرقب. بس هنا مع اختلاف، يعني هنقول اختلاف الخطوط. الكاريكاتير المصري للاسف لا، لانه بيعتمد على التعليق، فبالتالي بيقولوا عليه توارد خواطر، ولكن هو ايه؟ سرقات فنيه. وحصل كتير بالنسبه لرسامين كاريكاتير مصريين وكبار وموجودين في جرايد كبيره جدا. وهنا طبعا لو رجعنا للرسمه معلش هنقول ان الفنان طبعا اشار لتوضيح ان الفرق ما بين النور والظلام، بين الحياه والموت، بين الشعوب اضاءت بلادها من خلال ديمقراطيه وانعكاستها وعلى حياه، وانعكاس الديمقراطيه دي على حياه المواطن البسيط، وبين شعوب ارتضت بعمليه انتخابيه فاشله ورضت بالموت او جابت الموت. يعني بالظبط، هي رضت بالموت، بس بالموت ايه؟ احياء يعيشون داخل قبور وطن يحكمه الدكتاتور. صحيح. الرسمه اللي بعد كده، الرسمه اللي بعد كده ديك ليا نزلت في جريده العرب القطريه. فراس حجاج في صحيفه العرب القطريه. نعم. هنا اخبار مصر ايه؟ واحد بيغرق ورافع ايده وبعد ما غرق كده. حد بيسال من بره، بس اللي بيغرق ده يعني اللي بيقول كده ده مين ده؟ ما حدش بيقول، وشايف الوضع وردي ما شاء الله والدنيا ربيع والجو بديع. يعني انت في تصورك ايه؟ في تصوري دول اعلام مغرضين، لهم مصالح مع الحكم، لهم مصالح ان الفساد يفضل موجود، لهم مصالح ان الدكتاتور يستمر في قمعه للناس وقمعه للشعب للحفاظ على مصالحه. يعني بس انا عايز اسال سؤال. نعم. يعني المواطن ده يعني انت في تقديرك المواطن يبقى غرقان ومش طالع منه غير ايده ولا حد يساله؟ الاوضاع في مصر عامله ايه دلوقتي؟ لا اديني وصف ليه. لا اصل احنا دلوقتي دخلنا في مرحله، يعني للاسف خناقه عشان الكرامه. بالمناسبه قصه لقمه العيش نتحمل عشان لقمه العيش، لا دي خلاص بح. بس في ناس بتحملنا عشان لقمه العيش، لقمه العيش راح. يا استاذ عز، انت بتتكلم على مجتمع عايش تحت نير الدكتاتوريه اكتر من 50 سنه. شوف كم جيل طلع، وبالتالي الاجيال اللي طلعت دي المهم عنده ايه؟ يصحى من النوم الصبح الفجر عشان يقف في طابور ساعتين ثلاثه عشان يجيب العيش، وبعد كده يطلع على اكل عيشه عشان يقدر يوفر لقمه العيش لاهل بيته، ويرجع مخمود وعايز ينام. يجي اخر الشهر يلاقي مرتبه مش مكفي، يستلف من هنا ويستلف من هنا، يعمل جمعيه من هنا جمعيه من هنا، في المقابل ان بس عشان يلاقي خدمات يقدر يعيش بيها. هو شغال بعرق جبينه بس عايز خدمات تعليميه يعيش بيها له واولاده، عايز خدمات في الشارع. يعني اعتقد لو مشينا بالمرحله بالنظام اللي موجود دلوقتي، اخر الشتاء نبص نلاقي مصر غرقت، مصر كلها، المحافظات بتاعت مصر كلها غرقت. صحيح. ما دلوقتي طب وبعدين كل محافظه ينزل فيها مطر بيغرق. بالظبط كده. طب والميه دي ما بتروح، ما فيهاش تصريف. طب بعد الميه ما هيحصل اوبئه، هيحصل امراض. صحيح. الدنيا كلها والناس اللي بتموت والكهرباء، يعني اقل كابل كهرباء جمهوريه منطقه العربيه 5 6 يا استاذ فراس، دي مصيبه. انا برضو في تقديري، يعني اسمح لي، انا عايز استدعي نموذج حصل وشفته انا في الاعلام. اول صور اتنشرت للغرق اللي حصل في اسكندريه، لما جابوا صوره واحد لابس ملابسه الداخليه واقف حاضن الثلاجه يعني الحسره مال. يعني احنا حتى عرضناها هنا، والراجل يعني صعب علينا جدا. نعم. وتصورنا انه هتبتدي بقى الناس يعني تفوق. ففوجئت ان في قناه راحت صورت معاه، مش عارف قناه القمر ولا ايه، والمذيع بيتكلم معاه او تسجيل يمكن لموقع، فبيساله يعني انت ايه يعني شايف البلد دلوقتي؟ هو بيتكلم عن الحكومه الاول، فقال لازم المحافظين يتشد عليهم، والحكومه لازم تشد على المسؤولين ومش عارف ايه عشان يشتغلوا.
جه ولد بقى الذكيه ساله على رئيس الوزراء، فلازم يشتغل ويشد حيله ويعمل ويسوي. فطب والسيسي؟ لا السيسي ده حبيبي، ده لولا كانت البلد راحت في الهويه. هو طبعا بيقول الهويه بالبساطه بتاعته لانه راجل يعني نعم نعم بسيط زي حالتنا كده، لكن المأساة في الموضوع انه يرى ان السيسي لولاه كانت البلد راحت في الهويه. ده لو كان هو في هويه اكتر من ان انت راجل تبقى ساكن في الدور الارضي ايا كان ارتفاع دورك او انخفاضه، تبقى الميه واصله لحد فوق ركبتك وعفشك غرقان وحياتك غرقانه وواقف بحسرتك، وكمان شايف ان السيسي هو ده النموذج بتاع السيسي لولاه كانت البلد راحت في الهواء. مع الاسف في ناس مش عارف بقى هم قالوه من باب ان هو يعني خايف فبيحمي نفسه. دي نقطه ثانيه، دي وده جانب بقى مش عايزين نغفله. لكن المفترض ان الناس، انا في تقديري ان الناس يبقى عندها شويه جرأه، لان طول ما احنا بنعمل كده كل ما هو هيتجرأ علينا اكتر واكتر، وكل ما هو هيقصر اكتر واكتر وهيستعبد الناس اكتر واكتر، وبعد كده الدنيا تبقى بطيخ. بس مصر مليئه بخيراتها برجالها وشبابها ونسائها واطفالها. يا استاذ فراس مليئه فين بس يا عم؟ ان شاء الله موجودين. لا ما هم احنا ما بنقولش انهم مش موجودين، ما موجودين، نصهم في التراب والنص الثاني في المقابر وفي شويه طفشوا. ربنا يلطف بقى يا رب. طيب انت جهزت لنا رسمه؟ ان شاء الله رسمه النهارده هي رسمه سياسيه شويه عن الانقلاب. حكم العسكر بدأ في مصر من الخمسينات. يمكن كتير من الناس بيكسلوا انه يبحث عن المعلومه نفسها، بالتالي بيدي دماغه او يدي ودانه للاعلام ان هو ده اللي موجود وهي دي الحقيقه. اما ان هو يدور بنفسه على الحقيقه، وانصح كل الشباب كل الناس ما يصدقش اي حد يتقال له اي حاجه. هو ممكن ياخد المعلومه بس لازم يتاكد منها بنفسه، لانه في الاول وفي الاخر انسان، ما يقدرش، مش حيوان هيتجر عن طريق قناه اعلاميه او عن طريق شغل او عن طريق لقمه العيش او ما الى ذلك يعني. تمام. العسكر مسك البلد من 50 سنه ومحدش يقدر ينكر، وهم نفسهم ما يقدروش ينكروا ان كان في تعاون عسكري واستخباري واقتصادي واللي وبيزنس وفوق الترابيزه وتحت الترابيزه وزي ما انت عايز قول كويس ما بين العسكر والكيان الصهيوني. كويس. مع اسرائيل والله من سنه 48 وانا متاكد من الكلام اللي بقوله. ايوه هو حرب 48 لما فشلت والسلاح الفاسد كان عشان يعني واحد يعني من ضمن واحد شخص اتهزم في معركه الفلوجه ونكسه 67 و56 وناس كتيره مفكره ان 56 ان الجيش المصري هو اللي خرج العدوان الثلاثي. لا، اللي خرج العدوان الثلاثي الفيتو بتاع نيكيتا خروتشوف في الامم المتحده لما رفع الجزمه وخبط عليها ولازم يخرجوا. كويس. حد يكون فاكر مثلا اللي مصور ان عبد الناصر ده اله اخرجوا خلاص، خرجوا بقى وخافوا من عبد الناصر وخافوا من الجيش المصري. لا، الجيش المصري كان في اضعف ما يكون في الوقت اللي كان فيه عبد الناصر، والدليل على كده 56 ما خرجش بسببه والعدوان الثلاثي حصل. 67 48 عندك للاسف اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد. لا بعد كامب ديفيد، موضوع كامب ديفيد وغيره في ايام عبد الناصر. ندخل على الرسمه. طيب ما فيش مشكله عشان الوقت عشان الوقت احسن. فده للاسف كانت نتيجه حكم عسكري فاشل 50 سنه. طيب يا باشا اتفضل.
خلاص كده؟ كده خلاص تمام. ورينا بقى يا ريس. انا كنت مشمر كومي وقلع الجاكيت عشان اساعد معاك. خدت الرسمه كلها لحسابك. ورينا كده. انت لسه ملبسه الحفاضه بتاع كل مره؟ عشان التسريبات للاسف، بس مفيش فايده بس برضه. مفيش تسريبات في اسرائيل دلوقتي يا عم. لا بس في تسريبات عندنا في مصر. طب ايه بقى؟ قول لي بقى، اشرح لنا كده. ده الصوت بتاع الامم المتحده أكيد. ده باختصار كده. تمام يا فندم، دي نهايه اي خاين. تعليق يعني بيدي التحيه لمين هنا؟ بيدي التحيه لاسرائيل. معناه ايه؟ بيعمل صح تفويض اسرائيل بالنسبه لترشيح اسرائيل في الامم المتحده. دي خلاصه حكم عسكري. حكم عسكري خاين المده الطويله دي كلها. ان لم تستحي فافعل ما شئت. ان لم تستحي فافعل ما شئت. وده فعل ما يشاء لانه لم يستحي. ورشح قام بترشيح اسرائيل في الامم المتحده. كويس. ايوه. ده تعبير عن تصويت مصر لصالح اسرائيل في الامم المتحده. ده باختصار كده. وتمام يا فندم. يعني لو في اي اوامر ثانيه انا تحت امركم. ده معناه شغال عند كيان الصهيوني. يعني انت عايز تقول الدلاله دي ان هو كان شغال عندهم، مش ان هو المفترض يعني هو لو ناس فاكرين المفترض على نفترض انه المفروض انه رئيس. على الاقل يستحي يكون عربي مسلم يصوت لصالح كيان الصهيوني. الله اعلم بقى موضوع مسلم ده. طيب انا يعني للاسف لان وقت الحلقه انتهى. معلش. يعني بس الحقيقه الرسمه قويه جدا، وانا شايف انها كانت تستحق ان احنا نتناولها بشكل اوسع. بس التمهيد اللي انت قلته في الاول اعتقد انه غطاها، لان واضح ان ده ختام تعامل العسكر مع كيان الصهيوني فعلا على مدار 60 سنه. ان بقى اللي بيتولى حكم مصر دلوقتي واحد مش بيشتغل عندهم، هو واحد ولاؤه الكامل لاسرائيل وبيدي صوت والتحيه. الحقيقه انا احييك عليها. واترحم على كل شهداء مصر وشهداء الوطن العربي اللي ماتوا بسبب الكيان الصهيوني الغاصب ده. والسبب هي دي النتيجه. انا بكلم كل واحد مصري، كل واحد عربي، كل واحد مسلم. الشخص ده اهدر دم مئات الالوف من المسلمين والعرب والمصريين اللي ماتوا في سيناء بسبب هذا التصويت. ربنا يسلمنا جميعا. بشكرك استاذ فراس، نورتنا في الحلقه، ونشكرك على هذه الرسمه القويه جدا اللي حركت فينا شجون كتيره جدا وقلبت علينا المواجع. يا رب الناس تتعظ وتفهم ان شاء الله يكون خير. بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم. يعني يا رب نكون امتعناكم النهارده بالرسومات ورسمه الاستاذ فراس، وان شاء الله نلتقي في حلقه مقبله من كلام جرايد، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.